السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا موضوع التخلف الاجتماعي. تقريبا نحن في الحلقات السابقة بدأنا حلقتين الأوائل تحدثنا فيها وعرفنا فيها كل ما يتعلق بالتخلف الاجتماعي. اليوم نأتي للجزء يعني يمكن الجزء آخر جزء في هذا الموضوع، هي الحلقة الثالثة. كيف نعالج هذا التخلف الاجتماعي؟ إحنا حقيقة يعني عرفنا وشخصنا هذه المشكلة وهذا المرض، لكن ما هو العلاج؟ العلاج كما بدأنا في البداية من أبرز مظاهر التخلف الاجتماعي هو التفشي الأمية والجهل، وبالتالي نبدأ أولا بالعلم. وكما بدأت أول سورة في القرآن نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه السورة تبين لنا يعني أهمية العلم، وكثير من الآيات كذلك توضح لنا. نبدأ أولا بالعلم. العلم على مستويين: أولا العلم في ميدان الطبيعة واستثمار موارد الطبيعة وكيف نستفيد من مواردنا الطبيعية من كل الثروات الموجودة في الأرض. العلم الجزء الثاني إن إحنا نوظف هذا العلم. مثلا أنا تعلمت، أنا تخرجت، أنا ليه من ربنا مثلا وفقني أن تحصلت على درجة من العلم، كيف أوظف هذا العلم في ترقية في رقي المجتمع؟ كيف نوظف هذا العلم في نهضة المجتمع ونهضة الأمة؟ هذا الجزء اللي يتعلق بالعلم إذا كان على مستوى الموارد وعلى مستوى ترقية المجتمع. النقطة الثانية من ضمن العلاج تعتبر هي التخلص من الأنانية والشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ويكون عندنا شعور هي الخدمة الاجتماعية. من هذه السمات وهي واحدة من السمات القيم والأخلاق في المجتمع: التضحية، التكافل، التعاون، الإيثار. هذه هي كلها الخيرية، بما تسمى الخيرية والإحسان في المجتمع. إذا أنا استشعرت المسؤولية قدمت خدمة لمجتمعي، بالتالي أنا ساهمت في رقي هذا المجتمع. أنا ساهمت بمعنى أنه في نهضة هذا المجتمع، وليس يكون أنا فقط متمحورة حول نفسي وما أهتم بهذا الأمر. فإذا كان المجتمع متعاون متعاضد متكاتف، كما جاء في الحديث: المسلم يعني كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فيعني وفي حديث كذلك يعني إذا يعني في معنى إن نحن كلنا كمجتمع يكون غايتنا وهمنا الأكبر إن الذي يجمعنا نحن كمجتمع واحد كيف نساهم جميعا من خلال مراكزنا، من خلال يعني كل ما عندنا من الموارد كلها نوظفها في نهضة المجتمع بأكمله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي محاربة الفقر، بمعنى أنه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول نفسها. كيف يكون عندنا خطة واستراتيجية، كيف أقدر أستطيع أنا أنهض، كيف أقدر مثلا أنا أدع لي طريقة لحل مشكلتي المادية. والفقر كان يستعيذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك يعني من ضمن الأشياء يعني في حديث إنه من الفقر يعني والعجز. فهذه الأشياء اللي يعني وكما كذلك في اليد العليا خير من اليد السفلى، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يطور من إمكانياته المادية ويوظف ويتخلص من الإنفاق في الأشياء الاستهلاكية اللي ذكرناها في الحلقة الثانية. نقطة رابعة اللي هي كلنا نساهم في بناء المجتمع، وكذلك في بناء الجامع الأكبر هو بناء الوطن. تكون عندنا انتماء، نعزز انتمائنا، يعني انتماء أبنائنا لأوطانهم لمجتمعهم. فهذا الانتماء وهذا التعاضد وهذا التعاون وهذا اللي هو روح المسؤولية تجاه الوطن وتجاه المجتمع أكيد حيطور المجتمع نحو الأفضل. وهذا ما نلاحظه حتى في تعاملنا مع مواردنا الطبيعية، يعني جزء منها وسبحان الله. وكل هذه الأشياء يعني جاءت في ديننا الحنيف، يعني إماطة الأذى. إن نحن حتى في الطرقات في الشارع، أنا في أي مكان أنا موجودة شعوري بالمسؤولية يجعلني أهتم. ما أقول أنا مالي ومال هذا المكان أو أنا ما عندي دخل بهذا الأمر يعني. فهذا جزء من الانتماء، جزء من المسؤولية تجاه
الوطن، تجاه المجتمع، تجاه المنطقة أو المكان اللي أنا أعيش فيه. وكذلك نحن كيف نستطيع أن نجعل التنمية الاجتماعية، التنمية الاجتماعية المقصود منها وهذه هي يمكن نجدها في كثير من الدول، هنالك في مراكز ثقافية، هنالك في جمعيات اللي هي المنظمات اللي هي الغير حكومية، منظمات المجتمع المدني، هذه المنظمات، هذه الجمعيات تستطيع أن تقدم شيء للمجتمع وتنهض بالمجتمع في برامجها. وأتوقع أن إحنا يعني ناقشنا هذا الأمر في حلقات أخرى في موضوع الشباب، وكنت أتحدث كيف هذه المراكز يكون عندها دور، هذه الجاليات، هذه الجمعيات اللي تكون موجودة تستطيع أن تنهض وتأتي بمشاريع. أنا أعطيكم مثال، مثلا لو إحنا عندنا جمعية في كندا أو في أستراليا، هذه الجمعية حقيقة تستطيع أن تساهم في نهضة بلاد الموطن الأصلي من خلال يعني يكون عندها مراكز لتعليم الكبار، مراكز للأسر المنتجة، مراكز لتوفير الوظائف لبعض الشباب. والآن أصبح كل العمل من خلال الأونلاين، يستطيع الشاب وهو موجود في دولة مثلا أفريقية أو عربية يستطيع أن يعمل مع شركات في أمريكا أو في كندا. هذه الأشياء نستطيع أن نفعلها، لكن لا يمكن أن يتطور المجتمع وينهض المجتمع إذا لم تكن هنالك حقيقة تعاون، إذا لم تكن هنالك ثقة متبادلة، إذا لم تكن هنالك هم مشترك بين أفراد المجتمع. وبهذه العقلية وبهذه الهمة نستطيع أن ننهض، نستطيع أن نغير من واقعنا. يعني هو ليس بالشيء المستحيل، لكن الخطأ أو العيب في إن نحن يعني كل واحد يكون متمحور حول نفسه، ونصبح نحن يعني تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، حتى لا تطبق فينا هذه الآية. حقيقة هذه واحدة من يعني أساليب علاج مشكلة التخلف الاجتماعي، نأخذها على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. على مستوى الفرد حتى لو أخذناه كأسرة، هذه الأسرة لو أصبحت متعاونة متحدة فيما بينها، هم واحد، مصير واحد، أفراد الأسرة كلهم يتعاونوا، يكون عندهم خطة كيف ينهضوا بهذه الأسرة، أتوقع حتكون النتيجة نتيجة إيجابية. وقس على ذلك نفس يعني إطار الأسرة ننتقل به إلى المجتمع، ننتقل به إلى الدولة وعلى الأمة بأكملها. فأنا يعني هذه من الأشياء اللي حاولت ممكن يعني واحد يتلمس كيف ممكن يكون العلاج، وربما يكون هنالك كثير من الطرق كذلك تؤدي إلى نهضة المجتمع وتؤدي إلى علاج مشكلة التخلف الاجتماعي. وفي نقطة اللي هي كيف نحارب بعض العادات والتقاليد اللي هي ليس لها علاقة حتى بديننا الإسلامي. يعني من ضمنها أحيانا ما زال في بعض المجتمعات عندها نظرة وعندها مفهوم في تعليم المرأة، أن المرأة يعني لا تكمل تعليمها، لكن المرأة المتعلمة، المرأة المتدينة، المرأة المحافظة على قيمها وعلى أخلاقها هي المرأة التي تربي الأجيال. والأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب العراء. فبمعنى أنه هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة كذلك، ليس في كل المجتمعات، لكن ما زالت موجودة في بعض المجتمعات وفي بعض الأسر. هذه واحدة من الوسائل اللي تجعل المجتمع ينهض، ونستطيع من خلالها أن ننهض ونتخلص من هذه العلل الاجتماعية. نسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ مجتمعاتنا ويهدينا إلى السبيل، يعني يهدينا إلى الطريق الصحيح، ونكون نحن كذلك يعني أداة تسخر في نهضة مجتمعاتها. وصلنا لختام حلقتنا الجزء الثالث من موضوع التخلف الاجتماعي. حاولت يعني بشكل مختصر أتطرق يعني لأشياء أساسية في هذا الموضوع، ويعني إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج من هنا نبدأ. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.